السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله كامل تكونوا بخير ولاد بلادي. صحفتلكم ولا شفتوا لا فيديو مع الصباح صباح الخير وإن شاء الله نهاركم زين، وإذا شفتوها وقت السحور صحة سحوركم وإن شاء الله كامل تكونوا بخير ولاد بلادي. بون ولاد بلادي، على بالكم التطورات اللي راهي صاريه بين فرنسا والجزائر، والجرو اللي بين الجزائر وفرنسا اللي هي المروك. هذاك الكلبون الصغير هذاك اللي ينبح جوست كيكون سيدو موراه، ولا كيكون سيدو شد هذيك العلاس، يعني شدو يعني ويحس بحمايه. المروك اللي هي محميه فرنسيه، وحنا كجزائريين كنا عارفين هذا الشيء. الحمد لله اليوم كامل العرب وكامل العالم تاكدوا باللي زريبه صح محميه فرنسيه. المروك او 1912 جابوا فرنسا، دخلوها، جا لهم اليوتي، دار لهم الاعلام، دارها لهم مملكه، دار لهم حكومه، دار لهم الملك، محميه فوالا جابوه باش يحميهم. وسينياو الزريبه ولا فرنسا هذه المحميه حتى 2056. المروك جامي كانت حره في قراراتها، وعلى بالنا كامل شكون يحكم. هذاك الملك خضره فوق طعام سيتو. ازولاي اللي هو جنسيه فرنسيه ويهودي الديانه، اللي حطته فرنسا تماك من وقت الحسن الثاني. هنا استنتاج باللي المروك دائما كانت محميه فرنسيه، وجامي كانت عندها هبه ولا قيمه ولا سياده، جامي. وهما العياشه تاعهم يدخلوا لينا حنا كجزائريين يقولون انتم محميه فرنسيه وانتم تابعين لفرنسا وفرنسا تحكم فيكم وما زالت مستعمرتكم، هذه الحتاله هذه. واليوم خوتي هما اللي راهم يدافعوا على فرنسا، وهما اللي حاطين يعني الرقبه تاعهم تحت حاشاكم الصباط تاع فرنسا، وهما اللي كشفوا هما رواحهم برواحهم باللي هما محميه فرنسيه وما يقدروش يصبروا على فرنسا وما يقدروا يديروا حتى حاجه بلا فرنسا، وهما السيد الحقيقي والحاكم الفعلي في زريبه هي فرنسا. على بالكم كامل هذه لافير تاع المناورات اللي حابين يديروها في سبتمبر على الحدود الجزائريه، بالتحديد في الراشديه. البارح الوزاره الخارجيه الجزائريه استدعت سفير فرنسا اللي في الجزائر، وما استقبلوش ميم با الوزير احمد عطاف، استقبلوا الامين العام للخارجيه الجزائريه. يعني قالوا له روح قول للسلطات تاعك او المسؤولين اللي فوقك، قل لهم يعني الرساله اكزاكتومون كما قلناها لك دو لا ميم فاسون. الوغ الجزائر حذرت ونبهت فرنسا على هذه المناورات. الجزائر ما عندهاش مشكله، ربي يسهل على كل واحد حبوا يديروا المناورات بلادهم وزريبتهم، وهما حابين يجيبوا اسيادهم يعكسوا عليهم يدبروا لسانهم، شغلهم هذاك. بصح الجزائر ضد ان المناورات هذه تصرى على الحدود الجزائريه. وشكون اللي في المناورات؟ فرنسا. وكامل على بالنا الازمه اللي راهي دوكا صايره بين فرنسا والجزائر، يعني راهي شاعله بيناتنا. الوغ الجزائر نبهت على فرنسا، تحبي ديري مناورات ربي يسهل عليك، مي على حدودنا هذا استفزاز وما راناش رايحين نسكتوا. الجزائر كانت كلاغينت مع فرنسا، قالت لهم راكم تزيدوا تأزموا في الازمه بيناتنا، وراكم تكبروا في المشاكل اللي بيناتنا. الوغ تحبوا ديروا المناورات تبعدوا للحدود تاعنا. ونفكركم خوتي هذه الرشيديه ولا الرشيديه هذه هي اللي داروا فيها هذاك لو فيلم بوليسيي تاع الحموشي، كي قال بلي فوالا شدينا شبكه ارهابيه وحكمناهم وديناهم، وشفنا هذاك لو فيلم اللي داروه ملبسين له شكاره ومخرجينه، يعني تبهديله والله غير تبهديله. كانوا ديجا يوجدوا ليكسكوز او الحجه باش يديروا المناورات. قال لك حقا نديروا هذه المناورات على جال او لمحاربه الارهاب. الارهاب كاين على الحدود الجزائريه، اذا كان احنا قاضيين على الارهاب وحنا يعني دوليا مستعرفين بلي الجزائر الدوله الوحيده اللي قضات على الارهاب، جاي تدير مناورات على الحدود الجزائريه اللي هي اصلا حاربت الارهاب وحدها وما جابت حتى قاعده وما دارت مناورات حتى مع اي دوله. عبالكم خوتي احنا كي نديروا المناورات في بلادنا احنا ما نجيبوا حتى دوله دير معنا المناورات، احنا المناورات نديروها وحدنا. مي الزريبه نتاع صدام مبارك بحمارك حاشاكم خوتي، كل مره يجيبوا سيد من اسيادهم ويقولوا له تفضل هاي لكم الارض ديروا واش تحبوا فينا، احنا المهم حمونا ودافعوا علينا ورانا خايفين من الجزائر وما دابينا تحمونا، هذا ما كان، وديروا واش تحبوا في بلادنا. المهم الجزائر يعني كان التحضير تاعها صريح وما يش تلعب، باسكو خلاص يعني القطره الاخرى اللي سيده الكاس هي هذه. استفزازات، تهجمات على الجزائر، مرت سفير جزائري يعاودوا يرجعوها من المطار، كل مره يرحلوا جزائري من تما يبحثوا بدون محاكمه بدون ترخيص تاع السفاره تاعنا، غيان دو تو، يحطوا في الطياره يقولوا له يلا روح. ديجا اليوم ولا البارح كان جزائري ثاني تبحثوا والجزائر عاودت رجعته، قالت لهم ما كان تصريح تاع سفاره، ما كاين محاكمه، خلوه يحاكم تماك ومن بعد ربي يسهل. فرنسا راهي اسكومبورت كيف كيما المروك، بغباء، بلا ما يفكروا، بلا ما يدرسوا، بلا ما يشوفوا العواقب، بلا ما يشوفوا المصالح، على الاقل مصالحهم هما الخاصه. فرنسا الهبه تاعها راحت،
الاقتصاد يعني يتكركر في الأرض، الديون، المشاكل الداخلية، المشاكل في الحكومة الفرنسية كاين مشاكل، هذا ماهوش متفاهم مع هذا ما يحكيش مع هذا داير كومبلو لهذا، هما أصلا بيناتهم ما راهمش متفاهمين. والشعب الفرنسي كره وتعب وصايع من هذه الحكومة تاع اللي كلون. فرنسا والمروك كيف ديجا فرنسا اوليو باش تدخل روحها في مشاكل مع الجزائر اللي هي ما تقدر لهمش، باسكو الجزائر تاع اليوم ماهيش الجزائر تاع البارح، ديجا اصلا راهي محصله روحها مع روسيا. البارح خرج ماكرون واحد التصريحات خرج بها عجيبه غريبه على روسيا، تهجم على روسيا شويه، ومن بعد تريح تتهجم على الجزائر، ومن بعد على روسيا، ومن بعد على الجزائر، ومن بعد شويه يتهجموا على امريكا. يعني حاسبين روحهم هما قوه عظمى وما زالت عندهم هذيك الهيبه وهذيك القوه، وفرنسا وهما غيان، هما ديكلون والناس كامل يضحكوا عليهم. وهذه فرنسا كاي حابه تجي دير مناورات، يبقى تتفضل تجي تورينا واش قادره دير، باسكو هذه المره الجزائر ما راهيش رايحه تسكت. واللي خلصها على بالكم شكون؟ زريبه العياشه، باسكو لو روا تاعهم هذاك هو بالي يرفد ولادو يرفد لافامي تاعو، ودريه ماتوا راهم برا هربهم كامل ويروح يخليهم. شكون اللي يبقى يخلص؟ سي العياشه اللي راهم يعبدوا دوكا، باسكو يديروا بيان في بالهم باللي الجزائر لو كان تدخل معاهم عسكريا رايحين يدوا ليهم الاراضي ديجا اللي نسالوها تماك تاعنا حنايا حتى الوجده يا بو بلوس، ونزيدوا ندوا من اراضيهم. هي هذه الحاجه اللي راهم حابينها، باسكو صافي دي زاني الصحراء الشرقيه، الصحراء اون فيت عبالكم واش مسميين المناورات الشرقي 2025. شوفوا هذاك الاسم واش معناتها الصحراء الشرقيه فهمتوا؟ إبا إلا راكم رجال يا المراركة ديروا هذه المناورات على الحدود الجزائرية، وفرنسا والله ما تسلككم من تحت يدين الجزائر، ترميكم في النار وتبقى تفرج فيكم كيما دارت معكم في 1963. قالت لكم الجزائر راهي تعبة خارجة من حرب يعني منهارة ما عندها سلاح، المجاهدين كامل راهم بليسي، دخلوا تدوا الأراضي، خديتوا طريحة وزدنا حنا دينا لكم الأراضي. يا ابو هيوف يلي ما تتعلموش من الدروس وما تتعلموش من الضربات وما تتعلموش من الاخطاء نتاعكم الجامي، الوغ انتم ما تبردوش على ما كثرتوا الصحراء الشرقيه، الوغ انتم ما تبردوش حتى كي تنوض حرب وندوا الاراضي تاعنا ونزيدوا ندوا من اراضيكم، وما تعشيو خماسه عند الجزائريين. انتم توليو خماسه عند الجزائريين، توليو تخدموا عندنا، نرجعوكم صح للعبوديه. اباتشي قال لك شراو خوتي شراو اباتشي هذه ولا باش كيسموا ما نعرفش سمي سلاح، داروا عليها قريقه واحد الحفلات، حاطين هذاك كيما راكم تشوفوا حاطين لو كادر تاع سيدهم تماك. عبيد خوتي واش حبيتوني نقول لكم؟ دوك هذا علاش جابوا لو كادر تاعو حطوه تماك؟ لو كان ما راهمش عبيد، هادو لو كان شراو السوخوي 57 باغ اكزومبل يروحوا يخرجوا المقبور من قبره ويجيبوه متحنط تماك ويحطوه حدا السوخوي. سي دي فو، يعني جامي شفت بلاد او دوله تحتفل باسكو شرات سلاح، جامي ابار المراركه، باسكو عندهم نقص، باسكو ناس محرومه، ناس مشتاقه، ناس ما عندهاش، ناس باسكو ناس حاسه بالضعف. الو اقل حاجه ترجع منها حكايه وترجع منها انتصار، ترجع منها قوه وترجع منها باللي هي ديجا راهم يقولوا فيها دوك المحللين تاعهم، قال لك حنايا راهي كاين اشادات باللي المروك هي اللي راهي يعني دايره الاتزان في شمال افريقيا. تخيلوا هذا هو الخرط اللي خرطوه على هذوك العياشه. اما بالنسبه للفرنسي اللي قتلونا تاني بالحقوق الانسان والحريات وانتوما والجزائر وصنصار وجو سي با كوا وشدوه وحرموه من حقوقه وتلقوه وجيبوه فرنسي ليستوار هذيك، هادو نفسهم لي فرنسي. كاين صحفي فرنسي اسمه جان ميشيل اباتي قال حقيقه في بلاتو، قال باللي فرنسا الشيء اللي قامت به مع الجزائريين في قتلهم في ابادتهم كيف كيما النازيه واش دارت معنا مع لي فرونسي، وزاد قال لهم إبا النازيين تعلموا منا حنا لي فرونسي الابادات والجرائم اللي درناها في الجزائريين هما اللي تعلموا منا، ومن بعد جاو مارسوها علينا. إبا خوتي قالوا له يا اما تخرج وتتراجع على اقوالك وتحتذر، يا اما خبزتك كملت عندنا. قال لهم نو والو ما نتراجعش في الهضره اللي قلتها، هذيك الهضره حقيقه. داروا عليه واش داروا عباك الحكومه الفرنسيه كامل قلبت عليه وتهجم عليه وقال لك خائن، كوم سي كوما ما داروا زعما هذه الجرائم ما كاش منها.
هادو اللي جاو حنايا يقولوا لنا اتلقوا السنسال، والدولة الجزائرية دولة تعتدي على حقوق الإنسان وتسكت الأصوات، يعني ما تخليش الناس تحكي بحرية. ألوغ كو سنسال هو أصلا عميل لفرنسا، والدخلة تاعو الأخرانية الجزائر جا كجاسوس. هما حاسبين بلي الجزائر راقدة على ودنيها، المخابرات الجزائرية راقدة على ودنيها. اون بليس دو سا سنسال الجزائري قبل ما يكون فرونسي، باسكو الدخله الاخرانيه اللي دخلها الجزائر كان لو باسبور فرونسي ولا لا ناسيوناليتي فرونسيس، كانوا غير كيما عطاوها له يا ربي 3 ولا 4 موا، وجاي زعما يتعرض وداخل وخرو من الطريق وانايا وفرونسي وهاوليكم لو باسبور، زعما يتحدى في الجزائر. ايبا الجزائر قالوا له ارواح ارواح، حتى حنايا كنا نحوسوا عليك. هادو هما لي فرونسي اللي اليوم قالوا صحفي باسكو قال كلمه حق، هادو اللي يحكيوا على الحريه وعلى الديمقراطيه وحريه التعبير، هادي جايه تحكي مع الجزائر على سنسال. الزريبه قال لك يا سيدي نسترجعوا الصحراء الشرقيه. يا بوهيوف، يا 21% اميين، يا ما امبوسيبل 48% مهابل. انا ما نقول لكم فاتت 90%. كيفاش نتوما حابين تدخلوا في حرب مع الجزائر وانتم الصحراء الغربيه ما قدرتوا لهمش؟ فهموها لنا المعادله هذه ما راهيش راكبه، فهموها لنا. اون بليس دو سا انتوما دوله فقيره، دوله غارقه بالديون، دولة نهار كامل وهي تساسي سلفوا لي عطوني راني حاب نبني هادوك تاع الحوز، الوغ جامي بناو لهم. هذاك الملك المفترس دا دوك دراهم وضرب النح، ومن بعد انا سلفوا لي حابه نبني ملاعب، حابه ندير كاس افريقيا، حابه نشارك في كاس العالم، وسلفوا لي حابه نشري سلاح. والشعب تاعها تمنعوا باش يعيد عيد الكبير، تمنعوا من الاضحيه. دراهم كاينين باش يبنوا لي ستاد ويديروا البنيه التحتيه ويشروا سلاح ويديروا المهرجانات ويعرضوا الولائم. رانا شفنا ماكرون هاني جاريكم شحال جاب معاه يا اخي، واحد 300 بيرسون هكذاك، والحفلات والشطيح والرديح والمواكل والدنيا قلبتوها. توت لا فامي رويال جات للمعطر تستنى فيه. الحاكم الفعلي لزريبه المحميه حابين تدخلوا في حرب معانا وانتم الحوز مازال ما سكنتوهمش، وانتم الناس ما راهيش شابعه كلشها. المراركه تالمون جيعانين، فرحوا كي سيدهم قال لهم ما تعيدوش، فرحوا. وانا حاجه يعني التنبيه برك، علاش سيدكم يقول لكم ما تعيدوش؟ انتم وقتاش عيدتوا؟ وقتاش المروكي عيد؟ انتم الهيادر تاكلوهم، وقتاش عيدتوا؟ اللي عيد فيكم غير فريمون توب ولا يكون تاجر مخدرات، ولا تكون باحثين بناتكم في الخليج، ولا الدعاء اللي كاينه تماك، هادو هما برك اللي يعيدوا. مي هذاك الانسان البسيط الزوالي مسكين يبقى غير يشوف بعينيه. وقتاش عيدتوا؟ فرحانين بلا ديسيزيون هادي كلي نتوما تعيدوا كل عام. نتوما كل مره شوفوا لي فيديو تاعكم تشتكيو وتبكيو جوسكا بريزون بلا عيد عليكم. دوكا مازالكم تشتكيو من قله الشيء ومن قله الدراهم ومن الغلاء ومن كل مصيبه. ان شاء الله لا يفك عليكم. جايين حابين تدخلوا في حرب مع الجزائر، والله تكون البدايه تاع النهايه تاعكم. جو فوز اسيغ البدايه تاع النهايه. باسكو تعرفوا علاش؟ باسكو حنايا كان الصبر تاعنا طويل بزاف 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 بزاف. وردوا بالكم من الواد اللي يكون راقد. ردوا بالكم الصبر تاعنا حنايا كان طويل ديزاني. سبيتونا شهداء، طعنتوا في تاريخنا، طعنتوا في شرفنا، سرقتوا لنا تراثنا، مسيتوا هويتنا، سبيتونا، تآمرتوا مع بني سوس علينا، تآمرتوا مع الإمارات، دوكا مع فرنسا، مع المالي، مع بني سوس. هذيك حدث ولا حرج. الإعلام نتاعكم اللي كل مرة يخرج حكاية وكل مرة تهجمات وكل مرة هادو كامل كانوا مخبيين. مي هاد الضربة تاع المناورات هذه هي بداية نهاية المخزن والمهلكة. فرنسا ماهيش فاتحة جبهة واحدة عليها الجزائر، هي فاتحة من جهة الأخرى اللي هي روسيا. أوكي، فرنسا اللي فقدت الهبة تاعها في العالم فقدت الهبة تاعها. الشعب الفرنسي أصلا راه يشتكي من هذه الحكومة، راه حب يغير هذه الحكومة، راه كاره هذه الحكومة، راهم يقولوا بهدلونا، راهم يقولوا احنا حابين تغيير. ولو كان تكمل الحكومة الفرنسية هكذا، لي فرنسي هما لي فرنسي يعني ولاد الجدة تاعهم هما اللي يخرجوا يحاربوا هاد العنصريين وهاد اليمين المتطرف اللي يعني العداء والكره تاعو للجزائر تجاوز كره وعداءه لألمانيا اللي دارت لهم إبادات. الجزائر المروك، الجزائر المروك وفرنسا حاشاكم فردة تاع صباط وقعت اختها. المروك دائما يتحامى بأسياده باش يواجه الجزائر.
على خاطر لو كان جاو الصح قادرين على الجزائر ما يديروش هذه المؤامرات كامل وهذه التحالفات كامل وهذه الخلايا اللي راهم عايشينهم. لو كان صح قادرين على الجزائر راهم دخلوا الجزائر، مي راهم عارفين تري بيان واش راه يسنى فيهم. الوغ جو دي ولاد بلادي وانتوما يا العياشه، المروك جامي تدخل في حرب مع الجزائر، ما تقدرش. هادو كامل خلايع وزوبعه في فنجال، هذا ما كان ما حد يدير والو. المروك عندها ميزانيه باش تدخل في حرب. يا اخي المروك راهي تطلب، ما سكنتش ما با شعبها، الحوز مازالهم في القياطن في هذا البرد. المروك اللي حابه دير لا كوب دافريك تدخل في حرب. المروك اللي حابه دير لا كوب دو موند تدخل في حرب. هادو كامل خلايع ولاد بلادي، وفرنسا ما عندها وين تلحق. فرنسا راهي تطبع في المروك وكاو تهورت المروك. المروك هي اللي راح تخلص، المروك هي اللي تخلص لي دات كامل القديم وجديد. امنوني ولاد القط تاعي، امنوني ولاد بلادي، اللي يخلص واللي راح يخلص بيان لا فاكتور سي لي ماروكان. باسكو كامل سيادهم يهربوا ويخلوهم هما يواجهوا الجحيم الجزائري. باسكو صح كما قالها عمي تبون، حنا الا بدينا ما نحبسوش. هذه لازم تعرفوها المراركه. وانا واثقه بكل ثقه باللي ما راهيش رايحه تلحق للحرب، باسكو ما يقدروش. هما سي دو بلا 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 سي تو. لي ماروكان فيهم غير لسان طويل، هذا ما كان. هذه يا ولاد بلادي فاصون المراركه كنت تعرفوا دائما يضحكونا، هما ربي خلقهم باش حنا يضحكونا ويبقاو تحريشه ان شاء الله طول حياتهم. راهم حتى الدول العربيه راهم يحرشوا بهم، باردين القلب. شعب تمس حتى في العقيده الدين تاعو، العقيده الاسلاميه، ونورمال فرحانين. حبسنا ما نعيدوش سنه اوني كونتون. والله خرجوا فرحانين. وحده قالت لهم انا صليت ودعيت ربي باش مالك تاعنا ينحي لنا العيد. استغفر الله يا ربي، شعب جاهل لا غالب. هذه يا ولاد بلادي تفاصون اون فيغا واش راح يصرى اليامات الجايين. اون فيغا تاني الرد الفرنسي على التهديد او التحذير الصريح للدوله الجزائريه العظمى. واذا لا يقدر يعني صح راح تصرى حرب، قريب 50 مليون جزائري كامل الجنود مازال ما يعرفوش. العجوزه حنايا عندنا هنايا والشيخ هذاك العكاز والله العظيم غير يدافع على بلاده بالشي اللي هو يقدر عليه. تخافوش علينا حنايا الثوره والدفاع عن الوطن والجهاد في سبيل الوطن يمشي لنا في الدم هكا في العرق تاعنا يمشي. حاجه كنتم ما تقدروش تفهموها، ما تقدروش تحسوا بها باسكو ما عشتوهاش. لي فرونسي فاصون عندهم اون ايدي على الشعب الجزائري اذا تار، هم يعرفونها تري بيان. ربي يحمي الجزائر وربي يحمي اولاد بلادي وربي يحمي حكومتنا والجيش تاعنا، ربي يحميه. ورانا نستناو في الرد الفرنسي اي اون فيغا. هذه يا ولاد بلادي نقول لكم شكرا على التعليقات، وشكرا تاني على المتتبعين الجدد في هذه القناه. وما تنساوش سيفو بلاي لايك متابعه وتفعيل الجرس فضلا وليس امرا. تحيا الجزائر، الله يرحم شهدائنا الابرار. تحيا الجيش الشعبي الوطني. تحيا عمي تبون. فيف لي دي زاد ولاد بلادي وبنات بلادي الاحرار. سلام.